لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهاردة هكلمكم عليه موضوع صيانة برضو هنروح نعملها. الصيانة بتاعت جزء من أجزاء العفشة، قطعة غيار برضو استهلاكية من القطع اللي بتحتاج تتغير كل فترة، ولكن دي عمرها الافتراضي طويل فبتتغير على فترات طويلة يعني. وهقول لكم الأعراض اللي بتظهر أو اللي تلاقيها عندك في العربية لما تلاقيها، يعني تعرف إن القطعة دي هي اللي بايظة، أو تستكشف القطعة البايظة دي إزاي. وكمان هنشوفها وهي بتتركب بالتفصيل، وهقول لكم برضو الفرق بين أنواعها. بس الأول عايز أقول للناس اللي أول مرة تدخل على القناة عندي، يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة يا ريت برضو نفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات أفضل. قطعة الغيار اللي هنتكلم عليها أو الصيانة اللي احنا هنعملها النهاردة لجزء من أجزاء العفشة أو نظام التعليق بتاع السيارة. وده جزء، يعني جزء مهم منه، هو اللي هو بيسموها بيض المقصات أو البول جوينتس. ده اسمها بالإنجلش بول جوينتس، عشان لو اسمها يختلف من بلد لبلد يعني، فده اسمها بالإنجلش عشان تعرفها. وده شكلها أهو. دي هي البول جوينتس او بيض المقصات، وده اللي هي الجزء الاخير في المقص بتاع العربية اللي بيربط المقص في الدشمة بتاعت العجل، او اللي هي الظهر، دشمة الظهر اللي هي بيبقى راكب عليها الطنابير وراكب عليها التيل وكده. الدشمة نفسها معروفة لكل الناس، فاللي بيبقى رابط المقص او رابط الطرف بتاع المقص في الدشمة دي هي القطعة دي، وهي دي اللي احنا النهاردة هنروح نغيرها. ودي الصناعية بيسموا دايما قطع الغيار اللي هم بيغيروها بأسامي الحاجات الدارجة أو الحاجات اللي هم يعني الحاجات اللي في حياتنا اللي بنستعملها، أو بأسامي أكل أو كده. فعشان كده هي دي من هنا الجزء ده شبه البيضة، فهم بيسموها بيضة المقص. وبتختلف شكلها بقى من عربية لعربية ومن موديل لموديل. وفي ليها نوعين، في بيضة مقص بتبقى شكلها من غير الجزء ده، بتبقى البيضة دي بس. ودي بتبقى جزء من المقص وبتبقى جاية، يعني بتبقى جاية متبرشمة جوه المقص نفسه. ودي لما تبوظ او لما عمرها الافتراضي بيخلص بتضطر ان انت تغير المقص كله، وده الحل الانسب. انما في طبعا صناعية بتتحايل على الموضوع ده بان هو بتتفك على المقص بمكبس وتتكبس تاني. وفي ناس بقى بتديها بنطتين لحام كده عشان تمسك، بس ده بيبقى حل مؤقت ما بينفعش يعني. دي اللي هي المقص اللي فيه البيضة متبرشمة ده ما انصحكش انك تغير يعني لو باظت فيه جلبة المقص تتغير جلبة المقص عادي، ما فيهاش مشكلة. لكن لما لانها بتتفك وتتركب بالكبس ففي المكبس عند الخراط يعني. لكن بيضة المقص في الثابتة اللي هي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، دي البيضة الثابتة اللي هي بتبقى الجزء بتبقى شكلها كده بس من غير الجزء الكف ده. دي بتبقى متبرشمه في المقص. دي لما بتتفك بالمكبس وبعد كده تيجي تكبسها تاني وتلحمها، عمرها ما بتبقى مظبوطه ومكانها بيوسع وبيكون مكانها اتاكل اصلا مع الزمن. فمع المشي هتبوظ على طول يعني. هتركبها مش هتقعد معاك شهرين ثلاثه. فالصناعيه بيعملوها يعني كتحايل على الوضع او كحل مؤقت وكتوفير يعني للفلوس، عشان ما تجيبش مقص كامل. ولكن الاحسن طبعا ان انت تجيب مقص كامل. يعني لو طبعا هي جلبة المقص هي اللي بتبوظ اسرع من البيضة دي، بتبوظ جلبة المقص بتروح تغيرها مفيش مشكلة. لكن المرة اللي بعدها لو انت بيضة المقص عندك ثابتة لازم تغير المقص يبقى افضل. بيجي بقى بجلبه ببيضه بكل حاجة، ما بيحتاجش اي حاجة، بيركب على طول. النوع التاني بقى اللي هو الموجود عندنا النهارده وموجود في بعض العربيات الياباني والصيني، وفي بعض الكوري برضو موجود فيه على حسب الموديل العربية ونوعها يعني. بيكون اللي هو البيضة المتحركة، ودي بيكون اللي هي ليها الراس او البيضة دي، وليها الجزء اللي هو اللي فيه 3 مسامير ده، او مسمارين او 3 ايا كان بقى على حسب نوع العربية.
بتبقى فيها الجزء ده بتتركب بمسامير في المقص، دي بتقدر ان انت تغيرها لما عمرها الافتراضي بيخلص او بتبوظ، زي دي كده اهو الكاوتش بتاعها. الراس دي اولا دي راس متحركه، ودي اللي بتبقى مربوطه في الدشمه او في الدشمه الظهر يعني. فدي الراس دي بتبقى متحركه جواها شحم وعليه كاوتش تحميه من التراب. دي طبعا مع الاستخدام ومع الوقت الكاوتش ده بيتقطع وبيخش جواها تراب، وبتبقى مش سليمة، وبيبقى حركتها هي المفروض تبقى حركتها يعني ناشفة إلى حد ما. مع الزمن يا إما بتقف، دي ما بتتحركش أهي خالص، أو بتتحرك يعني بصعوبة، واتجاه واتجاه لا. وهي لازم تبقى بتتحرك بتقل، يعني وهي جديدة، وهي لسه جديدة طالعة من علبتها، بتبقى بتتحرك بتقل، ما بتبقاش خفيفة. في بقى لما بتبقى بايظة الكاوتش ده بيتقطع بتاعها الرابر ده، وده اللي بيبقى قافل على الشحم. فأول ما بيتقطع الكاوتش ده بينشف الشحم وبيتملي تراب. والجزء ده بيبقى يا اما بيبقى ناعم خالص وبيتحرك بسهولة، وده في الجنب التاني اوريه لكم. يعني دي اهي بتتحرك بسهولة خالص اهي، ودي بقت ناشفة خالص اهي، بتتحركش اصلا، بتتحرك في جنب وجنب لا. كل ده طبعا بيأثر في مشي العربية. وهقول لكم برضو الاعراض لما تلاقيها تعرف ان البيضة دي هي اللي عايزة تتغير. لان في ناس بيلتبس عليها الامر، لان هي قريبة قوي، اعراضها قريبة قوي من جلب المقصات. جلب المقصات طبعا قلتها لكم قبل كده واحنا بنغيرها، هي بتلاقي عومان في العربية مع السرعات وكده، ودبة كده مع طلعة المطب، نفس الاعراض برضو بتظهر في دي. بيت المقص برضو اعراض شبيهة ليها، بتلاقي ان انت العربية في طلعة اول ما لو جاي تطلع مطب حاد شوية، اول ما تيجي تطلعه تبص تلاقي العربية بتدب كده وهي بتطلع، دي جلبة مقص. عربية على السرعات العالية بتلاقيها بتعوم معاك شوية، ده على طول تكشف على البيضة والجلبة، تشوف انه فيهم اللي بايظ واللي فيهم محتاج يتغير. لو عندك بيضة متحركة زي دي بتغيرها، المقص اللي فيه بيضة متحركة وفي طبعا جلبة، بتتغير الجلبة كبس، وبتتغير البيضة دي مسامير كلها، لانها هنا بتبقى مربوطة، الراس المتحركة دي مربوطة في الدشمة بمسمار، وليها بنز كده بيقفل عليها من فوق. ولو وهنا بتتربط الثلاث مسامير دول في المقص، والجلبة طبعا بتتغير كبس. ده بالنسبة للمتحركة. لو المقص بتاعك البيضة ثابتة تقدر تغير فيه الجلبة، لكن البيضة زي ما قلنا ما بنصحكش ان انت يعني ان الصنايعي يفكها لك ويكبسها، ده هيبقى حل مؤقت ومش امان، لانها ممكن تخرج من مكانها، ممكن التآكل ده يخليها، هي كده كده التآكل ده يخليها يبقى شغلها مش هتحس انك غيرتها قوي، او مش هتحس ان العربية فرقت قوي بعد ما تغيرها. وشهرين ثلاثة وهتبص تلاقيها باظت تاني، فهتضطر ان انت بعديها تغير المقص. فالافضل ان المقص اللي فيه البيضه الثابته دي يتغير اول ما البيضه تبوظ. لو الجلبه غيرها، انما البيضه او البول جوينتس لو باظت تغير المقص كامل، عشان تبقى ريحت نفسك وامان ليك، عشان برضو دي اجزاء العفشه، ده جزء رابط المقص بالدشمه، يعني رابط يعتبر اللي هو ركبه العربيه، او يعني رابط رجل العربيه، الناحيه الجنب اللي هو الجنب بتاع العربيه ده، دي جزء اساسي فيه. فما ينفعش يبقى سايب، او يبقى مش محكوم كويس، او يبقى مش مربوط كويس او كده يعني. امان ليك. وتعالوا بقى نروح نشوف واحنا بنغيرها. وهنا كنت رحت عند الصنايعي اللي انا هغير عنده، ده عفشجي وعنده مكبس، فبيقدر بقى يغير اللي هو بيض المقصات وجلب المقصات والحاجات اللي هي اللي بتحتاج مكبس في التغيير، وبيغير كل اجزاء العفشه. وكنت لسه مغير عنده الاستابلايزرات او تياش الميزان، وهو صنايعي كويس اللي شغال ده اسمه احمد. صنايعي كويس بيعرف يفك ويركب الاجزاء بتاعت العفشه كلها بسهوله، وبيحافظ عليها، مكسرش مسامير، مبيفوتش حاجه، وشغله كويس وانا بستأمنه على حاجتي يعني. ودايما الصنايعية اللي انا برشحهم لكم او اللي انا بتعامل معاهم بيبقوا عن تعامل سنين طويلة يعني، ببقى واثق فيهم. لو حد عايز عنوانه هو موجود في سرايا القبة. لو حد عايز عنوانه يقول لي وانا احطه لكم يعني، او احطه لكم في الديسكريبشن، او ابعت له العنوان بتاعه. دي البيضة بتاعت المقص القديمة، ودي البيضة الجديدة، طبعا باين الفرق، وهحطهم لكم الاتنين جنب بعض دلوقتي تشوفوهم. وطبعا واتكلمنا طبعا احنا بقى عن الاعراض وعن الكلام ده في اول الفيديو،
وهنا خلاص ركبت البيضة الجديدة اهي. هو الفك بس اللي بيبقى صعب شوية عشان التلات مسامير اللي في المقص ما فيهمش مشكلة، بيتفك الصواميل بتاعتهم وبيطلعوا بسهولة. لكن اللي هي الراس المتحركة اللي بتبقى راكبة بصامولة برضو وبمسمار في الدشمة، هي دي اللي بتبقى داخلة شحط شوية او داخلة مكبوسة شوية، فبتحتاج اللي هي الراس اللي احنا شايفينها دي. دي بتحتاج ليها زرجينة صغيرة كده، او بيطلعوها ساعات مانيوال، يعني بتطلع يدوي بالايد، ليها طريقة كده وحتة حديدة وبيحطها ويدوس عليها ويدقدق عليها شوية بتطلع. وهنا ده الفرق بين البيضة القديمة والجديدة، واضح الفرق يعني. والراسة المتحركة دي طبعا الكاوتش بتاعها متقطع والشحم بتاعها ناشف، وحركتها طبعا يا اما بتبقى خفيفة اوي يا اما بتبقى مش بتتحرك اصلا، لكن هي لازم تبقى حركتها تقيلة. في الجديدة بتبقى تقيلة طبعا، وده كل ده بيأثر طبعا على العربية، بيعمل الأعراض اللي اتكلمنا عليها، دبة في طلعة المطب أو تعويم مع السرعة، شبيهة بالأعراض بتاعت جلبة المقص بالظبط. وما بيتغيروا كلهم مع بعض بتحس بفرق جامد يعني في العربية، ما بتحسش ان هي فيها اي تعويم مع السرعة او كده. وهنتكلم برضو لما نيجي نغير برات الدركسيون، هقول لكم برضو الاعراض بتاعتها وكده، استنوا فيديو ليها لما نيجي نغيرها. تركيب البيضة ما بياخدش وقت، هو الفك بس اللي بياخد وقت، ويمكن الجنب التاني حتى في الفك ما خدش وقت، هو دايما بيبقى فيه جنب مزنوق عن جنب فبياخد وقت اطول شوية. وكده خلاص هو خلص وركب كل حاجة زي ما شفتوا كده يا جماعة. غيرنا خلاص البيضتين بتوع المقص، صيانة سريعة ما خدتش وقت. وزي ما قلت لكم لو حد عايز يروح للصنايعي اللي انا بتعامل معاه ده، او الصنايعي التاني المتخصص بتاع الهوندا. احنا النهارده كنا بنعمل العربيه الهوندا السيفيك الاف دي من 2008 لحد 2011. والصنايعي اللي هو العفشاجي ده بيشتغل في كل العربيات وخاصه العربيات الكوري. والصنايعي التاني او الميكانيكي التاني اللي انا بتعامل معاه برضو ده ميكانيكي هوندا متخصص وبيشتغل برضو في كل العربيات التانية. لو حد عايز اي لوكيشن لاي صنايعي منهم يقول لي او يعرفني وانا بعت له اللوكيشن بتاعهم. والصناعية اللي انا بتعامل معاها بتبقى عن تجربة في كذا عربية والسنين طويلة يعني، فببقى واثق فيهم. زي ما شفتوا هي ما خدتش وقت لان دي البيضة المتحركة، ودي المتحركة دي بمسامير بتتفك الثلاث مسامير زي ما شفتوا. الجنب بس بتاع اللي بيبقى راكب في الدشمة هو ده اللي بيبقى مكبوس شوية جوه المكان بتاعه، اللي هي الراس المتحركة دي هي دي اللي بتبقى ليها حته بتتكب، بتبقى زي كبس كده فيها بتتركب. اما بتتربط الصاموله بتاعتها بتطلع لفوق، هي بتتقفل في مكانها لوحدها. لكن لما بتيجي تتفك طبعا مع الوقت وان هي راكبه بقالها مده طويله فبتبقى محكومه شويه، عشان كده هو قعد فيها وهي دي اللي خدت منه وقت. وفكها هو مانيوال بايده واتفكت وطلعت وركب مكانها الجديده. بالنسبه بقى للانواع بتاعتها، انا يعني دي على حسب نوع عربيتك. يعني انت لو عربيتك كوري وتقدر عندك امكانيه انك تجيب البيضه الاصليه، لو انت البيضه عندك متحركه وعندك امكانيه انك تجيب البيضه الاصليه هاتها طبعا، والجلب على نفس الكلام. او بالنسبه للعربيات الكوري بيبقى ليها بديل كوري تجاري بدل الاصلي ده. لو انت ما عندكش امكانيه تجيب الاصلي هات البديل الكوري، خلي الصيني ده اخر حاجه. لو ما لقيتش الكوري ده اخر حاجه بقى هات الصيني. وده قلناه في كذا قطعه غيار برضو في العفشه قبل كده. بالنسبه للعربيات الياباني ليها ماركه اسمها 3 خمسات اللي هي الياباني برضو، ده بديل الاصلي. ما لقيتش قطعه الغيار الاصليه بتاعت عربيتك او لقيتها سعرها مبالغ فيه، هات ال3 خمسات الياباني دي اللي انا جبتها. اي نعم سعرها بقى مبالغ فيه برضو قوي لانه كل قطع الغيار بقت غاليه وكل حاجه بقت غاليه. ولكن هي دي البديل الكويس بعد الاصلي على طول. مش هتقدر على امكانيه الاصلي او ما لقيتوش هات البديل اللي هو الياباني. ما لقيتش البديل الياباني ده برضو يمشي على الجلب والمقصات. ما لقيتش البديل الياباني او ما عندكش امكانيه ليه او غالي اوفر بالنسبه لك، هات البديل التايواني. خلي برضو الصيني اخر حاجه. لما ما تلاقيش ياباني، ده بالنسبه للعربيات الياباني، ما لقيتلاش بديل ياباني ما لقيتلاش بديل تايواني، هات الصيني بس ده اخر حاجه. خليه ده اخر حاجه لو انت ما لقيتش الاثنين التانيين. لكن انت هتلاقي سعر التايواني قريب من سعر الصيني، فهات التايواني لو موجود. هو ده انسب حل، او ده بالنسبه للي هو الانواع او افضل الاختيارات اللي انت تجيبها في اجزاء العفشه عموما يعني. وده بيختلف اختلافات طفيفه بين العربيات الياباني اللي هو النيسان والتويوتا والهوندا، ولكن كلهم في المجمل يعني تويوتا ونيسان وهوندا
اغلبهم ليهم اللي هو الثلاث خمسات الياباني، بس هو بسعره بقى غالي قوي دلوقتي، وساعات في بعض الموديلات منهم ما بيبقاش في اجزاء منها موجودة من الياباني ده. فبتجيب البديل ليه تايواني ده، لو لقيته ما لقيتلوش بديل تايواني زي ما قلنا هات البديل الصيني. وكده تبقى خلصت. صيانه سريعه زي ما قلنا، وقطعه غيار بتحتاج تتغير، وقلت لكم الاعراض بتاعتها. اول ما تلاقي دبه في المطب وانت طالع اي مطب اللي هو المطبات الصناعيه العاليه دي، وانت طالع المطب لو المطب حد شويه لقيت العربيه وهي بتطلع المطب دبت كده، ده تعرف ان هي بيضه يا جلبه، تكشف عليهم هما الاتنين. العربيه عومت معاك على السرعه، تعرف ان هو ده برضو يا بيضه يا جلبه، تروح تكشف على دي ودي. واما نيجي برضو قريب هنغير برات الدركسيون، برضو هقول لكم الاعراض بتاعتها وتتغير ازاي واصورها لكم كل حاجه. انتظروا فيديوهاتنا بقى، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش برضو تعملوا لايك وشير وكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل، والفيديوهات تنتشر يعني نستفاد من بعض ونعمل تبادل للخبرات، عشان لما تبقى رايح عند الصنايعي حتى تبقى عارف يعني الحاجة اللي انت بتغيرها بيغيرها ازاي، بيعمل ايه الافضل، البدائل، الكلام ده نستفاد كلنا مع بعض يعني. وشكرا ليكم.